امبارح اللي دمر الدنيا. معظم الناس اعترضت على نقطة ان انا بقول ما تعتذريش لو غلطتي لحبيبك او خطيبك. للناس اللي زعلت من بوست سوزي الزهار ان انت المفروض ما تعتذريش للرجل، انا اؤيدها الرأي 1,000,000%. انا هتكلم عن تجربتي الشخصية ما بين رجل مصري ورجل اجنبي. في اول العشرينات ارتبطت برجل مصري كان دايما يقول لي قولي انا اسفة، انا غلطانة، اعتذري ليا، اعتذري لامي، اعتذري لاختي. ولما كنت بحس بالظلم وان انا المفروض ما اعتذرش كان بيخاصمني، فكان اهلي يقولوا لي اعتذري خلي الموضوع يتحل. اول بس ما اقول كلمة انا اسفة انا غلطانة الموضوع بيكبر ويروح يشتكي لاهلي، شوفوا هي دايما الغلطانة. الحقيقة ان الموضوع ما كانش بينحل على كده. على الجانب الاخر انا متزوجة من واحد اجنبي بقالنا سنة مع بعض. اول درس علمهولي قولي كلمة ثانك يو، شكرا. يعني لما انا اعمل له حاجه حلوه هو يقول لي ثانك يو، وهو لما يعمل لي حاجه حلوه انا اقول له شكرا. لما نيجي نقارن ما بين علاقتين، علاقه مليانه انا اسفه انا غلطانه